يا عسكر جند الله، لا يسترقنكم بالقول ولا تصغوا له. افتعلوا ضجة تمنعه من الحديث إليكم. ويلكم، ما عليكم أن تنصتوا إلي فتسمعوا قولي، وإنما أدعوكم إلى سبيل الرشاد. فمن أطاعني كان من المرشدين، ومن عصاني كان من المهلكين. وكلكم عاص لأمري غير مستمع قولي، فقد ملئت بطونكم من الحرام وطبع على قلوبكم. ويلكم، ألا تنصتون؟ ألا تسمعون؟ حسنا حسنا، انصتوا له، فما عساه يقول. نعم، دعونا نسمع ما عنده، لعله أحجم عن القتال، فلنسمع خطابه. تبا لكم أيتها الجماعة وترحا، حين استصرختمونا والهين فأصرخناكم موجفين. سللتم علينا سيفا لنا في أيمانكم، وحششتم علينا نارا اقتدحناها على عدونا وعدوكم، فأصبحتم إلبا لأعدائكم على أوليائكم، بغير عدل أفشوه فيكم، ولا أمل أصبح لكم فيهم. مهلا لكم الويلات، تركتمونا والسيف مشيم، والجأش طام، والرأي لما يستحصف. ولكن أسرعتم إليها كطيرة الدبا، وتداعيتم إليها كتهافت الفراش. فسحقا لكم يا عبيد الأمة، وشذاذ الأحزاب، ونبذة الكتاب، ومحرفي الكلم، وعصبة الآثام، ونفثة الشيطان، ومطفئي السنن. أهؤلاء تعضدون وعنا تتخاذلون؟ أجل والله غدر فيكم قديم، وشجت عليه أصولكم، وتآزرت عليه فروعكم، فكنتم أخبث شجر، شجا للناظر وأكلة للغاصب. ألا وإن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين، بين السلة والذلة، وهيهات منا الذلة. يأبى الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون، وحجور طابت وطهرت، وأنوف حمية، ونفوس أبية، من أن تؤثر طاعة اللئام على مصارع الكرام. ألا وإني زاحف بهذه الأسرة مع قلة العدد وخذلان الناصر. أما والله لا تلبثون بعدها إلا كريث ما يركب الفرس، حتى يدور بكم دور الرحى، ويقلق بكم قلق المحور. عهد عهده إلي أبي عن جدي، فأجمعوا أمركم وشركاءكم، ثم لا يكن أمركم عليكم غمة، ثم اقضوا إلي ولا تنظرون.
والله ما ندري ما تقول، ولكن انزل على حكم ابن عمك، فإنهم لن يروك إلا ما تحب. لا والله لا أعطيهم بيدي إعطاء الذليل، ولا أفر فرار العبيد. يا عباد الله، إني عذت بربي وربكم أن ترجمون. أعوذ بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. أين عمر بن سعد؟ ادعوا لي عمر. يطلب محادثة الأمير؟ لأذهب وأخبره بذلك. يا أمير، يا أمير، ما عندك يا هذا؟ تكلم. الحسين يطلب محادثتك. وماذا يريد مني ليخاطب السنان؟ حسنا حسنا، سأنظر ما يريد.